السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم لمواجهة الإكوادور في أول ظهور للاعبي المنتخب المغربي الجدد وأول تجربة لوهبي مع المنتخب المغربي. الجميع يحط الرحال بإسبانيا كما ترون في الفيديو، وأيضا سوف نتعرف على أفضل تشكيلة متوقعة في هذه المباراة الودية. كما تعلمون تم انضمام لاعبين جدد للدفاع عن القميص الوطني، وأبرزهم عيسى ديوب لاعب دفاع فولهام الإنجليزي، سمير البورابيط متوسط ميدان ستراسبورغ الفرنسي، إضافة إلى الأبطال الشباب كالزبيري جسيم وباوف وغيرهم من العناصر الشابة. وكل هذا من أجل خوض التجربة الأولى مع الإكوادور بإسبانيا، والتجربة الثانية ضد باراغواي بفرنسا، وكل ذلك تحضيرا لكأس العالم 2026. والتشكيلة المتوقعة حسب الخبراء والمحللين هي 4-2-3-1، 4 في الدفاع و2 في وسط الميدان و3 مهاجمين خلف رأس الحربة. فكما ترون في الصورة في التشكيلة المتوقعة سوف تكون كالتالي: بونو في حراسة المرمى، في الدفاع أشرف حكيمي، باعوف، شادي، رياض، سفيان الكرواني، وفي وسط الميدان أناحي، نائل العناوي، وفي الهجوم إبراهيم دياز، السيباري والزلزولي، ورأس الحربة كما هو متوقع أيوب الكعبي. ما رأيكم في هذه التشكيلة؟ هل هي مرعبة حقا مع غياب كل من نصيري، أخوماش ومرابط وآخرون؟ قل لنا رأيك في التعليقات، وإلى فيديو قادم، إلى اللقاء. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولكم مني أجمل التحيات.